السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات باه نبدأ بكل مصداقية. بصراحة وجدت هذا الفيديو اللي كنت صورته عندي عدة أسابيع، ولكن للأسف لضيق الوقت مانيش نحط فيه. وجدته ولا حطيته في التطبيق اللي نديرو فيه مونتاج وما عرفتش واش نهدر. هو الفيديو المحتوى تاعو طريقة خياطة حقيبة ميك اب هذوك تاع بانتريس اللي فيهم عليهم طلب كبير في الأسواق ومن عند البنات والعرائس أيضا. هنا الفيديو راح يكون مفيد في جهتين، كما نقولوا عملة لوجهين. هذا الفيديو له أولا راح تشاهدوا طريقتي في عمل كمية كبيرة تحضير طلبية لزبونة، وأيضا في نفس الوقت راح نترجل في الكلام البنات. ما حبيتش نجهز ونكتب ونشوف واش راح نهدر، حبيت نكون تلقائية له بيخرجوا الأفكار ولا يخرجوا المعلومات بكل حسن نية، بلا ما نقص منهم ولا بلا ما نحس بهذاك الإحساس تاع راني قصرت ولا راني مديت بزاف. ما على باليش كاين الانسان في الداخل تاعو عنده نوع من البخل ربما. لا بصح البنات انا حنفيدكم باذن الله. كما قلت لكم البنات انا باذن الله راح نمد لكم معلومات نفيدكم بها، واش مديت لكم راهي فيها الفائده. ولكن النقطه هذيك اللي ذكرتها تاع البخل موجوده فعلا في كل شخص. انت مثلا اللي راك تفرجي في الفيديو على بالي راك تفرجي فيا على جال الخياطه، على بالي الخياطه اما مفروغ منه لانه المحتوى تاعي خياطه ولا مشاريع، ولكن راكي باخله روحك. تقولي لي فاش باخله روحي؟ شو واحد يبخل روحه؟ راكي باخله روحك بهدري الخطوه الاولى كما كنت انا باخله روحي العام اللي فات ولا العام اللي قبله، كما كانت صاحبتك باخله روحها من شهر ولا شهرين. ولكن انا الان الحمد لله خطيت الخطوه تاعي الاولى او ربما راني في الخطوه الثانيه، المهم راني نتقدم للامام وبديت المشروع تاعي. كانت كاينه البنات كيفاش يقولوا كما راهم يحضروا عليها في التنميه البشريه، يقول لك منطقه الراحه. هذيك منطقه الراحه فعلا هي موجوده، بصح احنا نسميوها بطريقه اخرى، نسميوها باللي الخوف. نخافوا كون ندير كون نخسر. واش راح تخسري البنات؟ واش راح تخسروا زعما؟ واش راح تخسروا؟ انتي حبيبتي راكي تخيطي في الدار مثلا، روحي اشري مترة تاع قماش. شحال يدير قماش الأوني البنات؟ يدير 20,000 22,000 زادوا فيه حقا نسيت، راه حتى 23 25,000 المترة القماش الأوني تاع الترك. انتي شري اي قماش تلقاه. كاين اللي يديروا حتى تخفيضات، مش لازم البنات يشريو من المحلات، كاين ايضا احوان تبيعوه في الفيسبوك ويديروا توصيل تقدر تستقام لك اقل. المهم البنات نركزوا على الفكره، انا ما يهمنيش كل وحده منين تشري. حبيبتي تروحي تجيبي متر تاع قماش اوني، تجيبي مثلا احمر، تجيبي مثلا اسود ولا وردي، وتبداي تخدمي هذه الحقائب البنات. والله العظيم كل ما ندخل المنشور في الفيسبوك ولا لسوق الجمله دايما نلقى البنات يحوسوا عليهم. شوفي انت الفئه المستهدفه تاعك ولا بلا فئه البنات. كاين تجار ايضا يحبوا يعاودوا فيهم السوق، يشريوهم ويعاودوا فيهم سوق لكوسميتيك. انت فقط لازم تدرسي السعر نتاعك. كما قلت لك البنات عليهم طلب ودايما على طول العام. العرايس كاين في الشتاء، كاين في الصيف، كاين في الخريف، وكاين في الربيع، وكاين ما بين هذه الفصول. فهمتوا البنات؟ صافي هذو لي بوشيت البنات بالذات راهو عليهم طلب من طرف العرائس، والعرائس ما شاء الله الله يبارك راهم دائما على طول السنه، ربي يبارك لهم. على هذه انت حبيبتي غادي تبداي المشروع تاعك بهذه. هيا نروحوا للنقطه الثانيه. تقولي لي ايه راني بديت، وانا كيفاش نلقى هاد العرايس؟ تلقاهم كما لقيتهم انا. العرايس هذو راح تلقاهم كما لقيتهم انا، كما قلت لكم البنات كما لقيتهم انا. قولي لي انت كيفاش لقيتيهم او كيف. راح نقول لك كيف يا حبيبتي. انا في يوم من الايام كنت جالسه نظل نطلع على الفيسبوك، نظل نتصفح في الفيسبوك ونحط المنتجات تاعي في الصفحه تاعي مع لي زامي اللي عندي. البنات انا باه نتفاهموا حال فيسبوك بعيد على العائله. فيسبوك تاعي مانيش مدته لا صحباتي لا صديقاتي لا جيراني، ما اشخاص ما نعرفهمش تقريبا، ولا اشخاص عندي علاقه عمل معهم او علاقه مصلحه في الحق. كما قلت لكم البنات الخطوه الاولى هي انك تبداي تروحي تشري قماش. الخطوه الثانيه هي لازم تروحي تفتحي فيسبوك خاص بالعمل فقط. ما تمديه لا لاختك لا لامك لا لبويك لحتى واحد من العائله تاعك. تكوني مجهوله الهويه، ديري اسم تجاري ولا ديري اسم تاعك. كاين بزاف اسماء كيما انت ماهمش راح يعرفوك،
وحاولي يعني تفتحي برقم يعني تشري بيس جديدة له، لأنه الآن الشغل تطور عادو يعرفونا بالأرقام تاعنا. المهم لا حبيتي تبعدي كامل تيفيتي تروحي تحلي برقم جديد راح يكون لك أفضل. هنا قولي لي أنا عندي فيسبوك وعندي واحد ما يعرفه بصح، ومن بعد كيفاش نبيع فيه وين بارطاجي؟ البنات أنا كي بديت نبارطاجي في لي جروب تاع لي قرابية زعما في الولاية نتاعي. من بعد بكل صراحة يعني باه نكون صريحة معكم، تاع ولايتي ما شراوش من عندي كامل، يعني ما نقدرش نحسبها، ما نقدرش نحلف والله واحدة ما شرات، نقول لك واحدة زوج هكذا نقدر كون نحلف لك على واحدة ولا زوج بلي شراو من عندي. ودي طاي ماشي جملة. البنات ما يشريوش يبخلوك، خاصة يعني بنات ولايتك ما لبيش ما كاش كونفيونس ولا ما فهمتش واش نحي، يشريو من صفحات اخرى. انا شخصيا الان راني نبيع جملة، هذوك البنات الله يبارك لي راني نبيع لهم يخدموا لي بوكس، كاين من ولايتي راهم يشريو هذوك لي بوكس بسعر يعني باهظ، في عوض ما يشريو يعني من عندي جملة. المهم البنات انت وين تروحي تبارطاجي؟ تدخلي البنات في الاسواق الجمله. واحده قالت لي وين نلقى اسواق الجمله؟ اكتبي سوق الجمله، في سوق الجملة تاع العلمة، سوق الجملة تاع تجننت، سوق الجملة في الجزائر، سوق الجملة في وهران، سوق الجملة في قسنطينة، سوق الجملة. اكتبي الجملة فقط تخرج لك في الفيسبوك خيرات ربي. وين تلقاي انت تدخلي؟ تلقاي مثلا مشاريع بنات ادخلي فيها، يعني وين راح يكون عندك نسبة او توقع بلي راح تبيعي ثم ادخلي البنات ما عندك ما تخسري، وتبداي تحطي المنتج تاعك. هنا البنات يعني عفوا التصوير جد مهم. بصراحة أنا مشي مركزش عليه، أحيانا نصور جيدا، أحيانا ما نلحقش نصور، واحيانا كما نقولوا الصوره تجي يعني ما تعبرش على الصوره يعني تاعها الحقيقيه، وهذا الامر راح ياثر على الطلب. ولكن البنات ربي هو الرزاق، ربي هو الرزاق يعني. ومن بين الامور اللي قمت بها انا وربي يعني يسر لي الامور فيها والحمد لله نشوف تيسير من عند الله، هو انا كما قلت لكم البنات كنت نتصفح في الفيسبوك دايما، راني في الفيسبوك الهاتف دايما في يدي يعني ما نحطوش، نضل نصور نضل نخدم نضل نحوس نسجل لي فيديو نضرب نشوف لي فيديو كيما راني نحضر انايا نتفرج البنات اللي نجحوا. بصراحه البنات شتي كي ترضعي البقره وهي ما عندهاش حليب ناشفه هكذاك، نقعد نتفرج يقول لك المشروع اللي راح يحقق لك ربح ايا نكمل حتى الاخر ما نلقى حتى مشروع يحقق ربح، ما نلقاش كيفاش، ما لقيتش واحده اللي شبعتني وورات لي يعني كيفاش نبدا. يعني طحت في واحد النهار في واحد الفيديو، هذاك الفيديو البنات طحت فيه يعني عندي عام ولا عامين من قبل، ولكن ما اهتميتش البنات كيما نتوما قلت انا ندخل في هذا ما نعرفلوش منا. في هذا العام لقيت باللي كاين طلب على لي كاسك هذوك الدفايات الاذن، لقيت باللي كاين عليهم طلب وما كانش هذا المنتج، يعني جات صدفه. شوفوا البنات جات هذيك الصدفه تاع المنتج هذاك، حبسوا لامبورطاسيون او حبسوا التصدير من الخارج، صافي هذاك المنتج حبس في فصل الشتاء والبنات يتعاندوا والطلب كثير يعني طلب كبير لهذاك المنتج. وانا دخلت طريق النجاح القناه هذيك على ما اظن اسمها طريق النجاح، مرة كبيره عندها ثاني ورشه صغيره وتخدم بزاف، توري في الفيديو نتاعها توري اسمها طريق النجاح على ما اظن طريق النجاح هكذا البنات. المهم قلت لكم البنات دخلت ورات كيفاش صورت كيفاش خدمت هذوك الدفايات تاع الاذن وقالت بلي عليهم طلب. انايا نص جربت لبنتي بكل صراحه 2 ولا 3 نظن 6 كان عندي قماش البنات، قماش تاع الزوره تاع زور يعني زوره يعني البطانيه اللي نتغطاو بها، جارتي خياطه تخدم لي كوات تخدم زوار تخدم هاد العفايس، نشري من عندها لوشيت طاحوا لي هذوك الطراف، قصيت منهم يعني كنت ركبتهم وقصيت منهم وخدمت بهم دفايات اذن. هذوك الدفايات البنات انا كي دخلت للفيسبوك لقيت واحد مثلا حط، نسيت اول شخص يعني نسيت بصراحه تبس على ما اظن، حط قلب لي نحوس على هذو الدفايات، انا حطيت في لي كومونتير فقط، حطيت هذوك الصور تاعي ما علقت ما عطيت السعر ما على باليش اصلا السعر قداه، خطر شريت شوشيت البنات ما عنديش تكلفه ما نعرفش نحسب ما نعرفش ندير. البنات حطيته في هذاك الكومونتير وبداو يجوني الميساج، بداو يجوني تعليقات في هذاك الكومونتير، بداو يجوني الرسائل، بداو يجوني تساؤلات، وانا عرفت بلي هذا المنتج راه مطلوب. بعد بديت نسقسي كيفاش شحال راهو يدير. بصراحه انا بعت بسعر في الاول سعر يعني منخفض، حتى نطحت في واحد التاجر، هذاك التاجر قال لي هو يعني بنيته قال لي راكي حتريبي علينا السوق وحب يعني
كيفاش نقول لك، يهاوش ماشي مهاوشني، يعني حب يقول لي راكي ريبتي علينا السوق، كيفاش حنا نبيعوا بسومه، هما كانوا يبيعوا 40,000 جمله 45 50 وانا كنت نبيع 30، ما كنتش على بالي. وهذوك التجار اللي جاو يعني وداو لي كوموند عليا حاروا شغل لصقوا فيا. كيفاش راني نبيع غير ب30 والباقي يبيعوا ب40 يبيعوا ب50. صافي انا اللي راني نربحهم اكثر. وزاد كاين اللي بعثت لهم عجبتهم الخدمه، فهمتوا البنات. صافي زادوا كوموندا ولا كوموند البنات ماشي ب10 ولا 20، البنات الله يبارك ب30، والربح فيهم يكون من 10,000 خطرات حتى اكثر من 10,000 البنات. كما قلت لكم القماش يعني في هذاك الوقت بديت بالشويت، من بعد خلاص ما قدرتش للشويت وليت نشري الفورير. هنا اللي وقع المشكل تاعي هنا في السعر البنات. هذاك الفورير كان مثلا نلقى ب80، نلقى ب90، نلقى ب120، نلقى ب150، ونبقى حاصله في الالوان. بدا هذاك الفورير في فصل الشتاء ما كانش البنات يخدموا به لي فيست، يخدموا به لي جيلي، يخدموا به عده اشياء لي صاك مثلا. صافي هذاك الفورير عاد ما كانش، وليت نتنقل من بلاصه لبلاصه يعني يومين ولا يوم، وانا نروح للتجار ولا نروح للمحلات باه نحوس على هذاك الفورير باه نخدم المنتج تاعي. وهنا وقعت يعني كما قلت لكم البنات ديكالاج في السعر، خطرات نلقاه ب120، خطرات نلقاه ب100، خطرات ب80. وانا البنات هكذا يعني السعر تاعي راح كيما نقولوا البنات وليت مانيش نربح بزاف، مانيش نربح في السومه اللي راهم يربحوا فيها. حتى جالي هذاك التاجر قال لي اخت، قال لي راكي ريبتي علينا السوق، احسبي كيما نحسبوا حنا. ايا وليت انايا كاين اللي يجوني تجار جدد نقول لهم ب40 يقاشروني البنات، كيشوفوني طفله عفوا يقاشروني. على هذيك البنات يعني اللي عندها زوج تاع الفيسبوك شغل ما عندوش جنس لا ذكر لا مؤنث، وكي يكون كاين اتصال يهدر الزوج افضل له، لانه الرجل يديروا له هبه وما يناقشوهش بزاف، حتى كي ما يقبلش المساومه عادي. اما المراه شغل يحاولوا يستعطفوها. وخلي لي بارك اول مره بديت المشروع يعني هذه فقط كنصيحه. قلت لكم البنات بديت وليت جاتني فكره، بما انه الراجل ما يناقشوهش واش درت، حليت فيسبوك باسم الزوج نتاعي. يعني زوجي حل فيسبوك، هو يبيع ب45 يبيع ب40 باع حتى ب50 البنات، وانا كنت نبيع ب30 مع التجار اللي يعني التجار هذوك اللي بقاو شراو من عندي في الاول كملوا معايا. الله يبارك البنات ما شاء الله ما شاء الله، قولوا ما شاء الله البنات. لحقتوا لهذه المرحله مازال ما درتوليش لا لايك لا كومونتير، نسحق كومونتير من كل واحده تفرج الفيديو. تكتبوا لي تعليق، تكتبوا لي تجربتكم، تكتبوا لي رايكم، تقولوا لي يعطيك الصحه، ما يهمنيش لازم تكتبوا لي كومونتير البنات وديروا لي لايك تاعكم، واللي تقدر تبارطاجي لي. كما قلت لكم البنات الزوج كان يبيع ب50 وانا نبيع ب30، والحمد لله يعني لحقت يعني المرحله وين في شهر واحد البنات يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نقدر نقول لكم الربح الصافي تاعي 20 مليون في شهر، 20 مليون في شهر فقط. يعني شهر جوان بديت في جوان يعني هذاك الشهر كان فيه 20 مليون يعني ما شاء الله. هذوك 20 مليون البنات واش درت، رحت شريت بها شيت سورجي البنات ب8 ملايين 8 ملايين، شيت تلفازه. المهم شيت امور شتو الواحد كيكون ما عندوش صوارد ومن بعد يطيحوا في يد الصوارد يروح يستغلهم في هذه الامور. يعني راس المال تاعي البنات كان من الشهريه تاع الزوج تاعي. بعد تقولي منين جبتي صوارد باش الفورير، كنت نهز من الشهريه تاع الزوج تاعي. بصح الحمد لله كانوا صوارد يدخلوني، يعني ما كانش عندي عجز مالي، بالعكس كنت كما نقولوا نصرف من صوارد زوجي، والصوارد اللي دخلوا من عندي مثلا هاني نصرف بهم للدار ونشري بهم الكتان. يعني ما كانش كاين تنظيم بكل صراحه. لو كان نظمت وسقمت روحي بالك اني درت مشروع اخر. المهم هنا البنات قلت لكم هذاك لي كاسك بقيت نخدم فيهم حتى الأواخر فيفري يعني، وخلاص طلب عليهم. يعني هذاك هو المشروع يعني اللي دخلت به لعالم التجارة بالجملة. وبعدها البنات انا في هذيك الفتره كي كنت نخدم تجاره بالجمله كان واحد السيد دائما يبعث لي ميساج يقول لي من فضلك يا مدام لا عدتي تعرفي هذوك السواعد اللي يجيو مع لي سيغتات بومبي هذو اللي نخدم فيهم، دائما يبعث لي وانا ناجلو. ودخلت طبعا في مشروع فاشل، فتحت ورشه خياطه مع شركه يعني معايا، وهي الفتره كانت 6 شهور اللي كرينا فيها مع بعض. ولكن انايا في الشهر الاول حبست، يعني انا اللي انسحبت، اللي مهتم بالموضوع حاب يعرف كيفاش وله يكتب لي فقط ان شاء الله بالك نجاوبكم شويه ماشي كامل تقدر تعرفني. المهم البنات قلت لكم
هذاك السيد كان يبعث لي على السواعد هذو السواد مع لي سيغتات. واحد السيد ثاني كان يشري من عندي لي كاسك من عند الزوج، بعثوا على هذو لي سيغتات بومبي، سيغتات الغيمه تاع البابلز هذو واش يقولوا لهم. انا البنات ما عرفتش نخدمهم، دخلت اليوتيوب وحده تخدمهم بالبونج، وحده ما على باليش كيفاش تخدمهم. البنات كي نقول لكم حاولت كليت راسي كما قلت لكم البنات، حاولت باه نخدم هذوك لي سيغتات، وانا اللي درت الطريقه اللي تساعدني باسهل طريقه اللي كنت حضرت لكم عليها بلي حندير عليها دوره. يعني البنات ما زلت الدوره ما وجدتهاش لانه حابه نوجدها على اكمل وجه باه الاخت يعني اللي تدي هذه الدوره راح تستفاد منها. والبنات مانيش مشحاحه، ما حبيتش نمد الطريقه لخاطر مشحاحه، البنات حابه نخدم وندخل مدخول اخر. يعني هذه الطريقه باه البنات يعني يجيو يديروا عندي هذه الدوره، يعني ما كانش اسلوب اخر للاسف. يعني يبقى المحتوى تاعي هو محتوى تجاري، وراني نخدم البنات في اليوتيوب، وراني نخدم في هذه الدورات ان شاء الله نبدا فيهم، مازال ما بديتش. هنا حبيباتي اللي حابه تواصل معايا الجزء كيفاش يعني كملت في التجاره، كيفاش راني لاحقه الان، فقط تكتب لي في لي كومونتير وطرحوا الاسئله نتاعكم البنات، نطرحوا الاسئله ان شاء الله راح نجاوب عليها. نخليكم ان شاء الله فيديو اخر، مع السلامه.